مرقة الخضروات بصراحة ولازم نعترف إن لما بنحطها في وصفات تمام بنلاقيها بتغير طعم الأكل بتخليه تحفة. علشان كده قلنا نعملها بدل ما نتحرم منها علشان بتبقى مش صحية. احنا نقدر نعملها صحية ونقدر نعملها مكعبات أو نقدر لو مستعجلين نحطها في علبة زي كده في الفريزر ونطلع زي ما احنا عايزين ومش بتكون متجمدة جامد. تمام. يلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. انا حاولت اعمل حوالي الخضار كله على بعضه ممكن يكون كيلو. تمام. بطاطستين صغيرين وكوسة وجزر وكمان بصل اخضر وفلفل وطماطمايه وفلفل الوان ولو عايزه تحطي كمان فلفل حار. تمام زي ما احنا شايفين وحطيت كمان البسله وكمان سبانخ وبقدونس والشبت ولو عندك كرفس كمان يا ريت. انا حطيت البصلايه وبعد كده على طول على 4 معالق زيت على طول حطيت الجزر وبعد كده البطاطس وبعد كده حطيت كله التوابل. معلقتين كبار من الملح ولكن باقي التوابل معلقه صغيره من البهارات اللحمه ومن الكركم ومن البابريكا ومن البهارات الدجاج. تمام. وكمان الورق اللورا 2 من ورق اللورا وواحده بس من الحبان وطبعا هيتفرم كله في الخلاط. انا ما حطيتش خالص ميه وحطيت اخر حاجه كانت الخضره تمام اللي احنا قطعناها. كده خلاص هو استوى يعني دوست على بطاطسايه او جزرايه لقيتها داست معايا خلاص كده استوت. هجيب دلوقتي لو الهاند بلندر معانا او لو الخلاط وهنحطه فيها. مش هنحط ميه ولا حاجه هي هتنزل الميه بتاعتها وكمان قليله جدا الميه. بس فعلا هتمشي معانا في الخلاط بسرعه جدا. بعد كده بعد ما فرمتها كويس جبت دلوقتي 5 معالق من الزيت على نص كوبايه من الدقيق وخليت الدقيق يستوي كويس جدا. بس طبعا نخلي بالنا عشان ما يتحرقش. وبعد كده حطيته في الخليط بتاعنا وقلبته بيتقلب كويس جدا وسهل خالص زي ما احنا شايفين. بعد كده هجيب صينيه طبعا الطبيعي تكون صينيه مستطيله. ولكن لو ما عندكيش زي كده وعندك صينيه مربعه هتحطي فيها ورق الاسترتش او هتحطي فيها ورق زبده اي حاجه عندك وبعد كده معلقه زيت واحده وهتحطيها وتفرديها زي ما احنا شايفين وبعد كده تغطيها تاني وتحطيها في الفريزر. يعني من 3 4 ساعات ولو مثلا من الصبح بالليل من بالليل للصبح. الوقت اللي انت شايفه نفسك فيه ايه مش عايزه تستخدميها دلوقتي لحد ما تخلصي اللي عليكي اللي وراكي. هتجيبيها وتقطعيها التقطيع اللي انت عايزاه. تمام. ولو عايزه تعملي زي ان انا عملت شويه مكعبات وشويه تاني حطيتهم في علبه. انا بصراحه حطيتهم في علبه حبيت ان انا اوريكم ان احنا كمان ممكن نعمل كده لو فعلا مشغولين جامد. بنلفها كده وبنطلع بالواحده على حسب احنا عايزين صغيره كبيره. انا جبت برضو واحده قلت اجربها في ميه سخنه خالص وقلت اقلبها. الطعم هو وكمان بتدوب زيها زي بتاعت بره. وبكده خلصت وصفتنا يا رب تكون عجبتكم. ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب.